نحمد الله جل وعلا على أن نجى شيخنا الشيخ عاذ القرني من حادثة الاغتيال. تعلمون أيها المباركون أن سناب شات 10 ثواني، وسأختصر التعليق على شكل همسات اختصار للوقت. باختصار كما صرح مصدر مسؤول في الملحقية أن الشيخ ألقى محاضرة في إحدى القرى بالفلبين. هذه المحاضرة تعرض الشيخ لهجوم إرهابي بشع، والحمد لله نجا الشيخ ومن معه. ما وجدت حينما بحثت لإعداد هذه السنابات، ما وجدت أن أعظم سبب نجى الشيخ إلا أن الشيخ نحسبه والله حسيبه، الشيخ نحسبه والله حسيبه من الذاكرين لله كثيرا، فهذا من أعظم الأسباب لحفظ الله جل وعلا للعبد. لاحظوا تركيز الشيخ في الآونة الأخيرة، ومواضيع الشيخ في الآونة الأخيرة كلها تتكلم عن الذكر وفضل الذكر وفضل التسبيح وفضل الاستغفار. في تلك الملتقيات التي يستضيف فيها الشيخ، إذا أتى فاصل الشيخ لسانه لا يتوقف عن ذكر الله جل وعلا. عن النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. الثانية على هذه الحادثة، هذه الحادثة هي صفعة في وجوه المغفلين والأغبياء الذين يظنون أن بعض الجماعات الإرهابية أنهم على حق. الإرهاب لا يفرق بين رجل أمن ولا رجل دين، لا يفرق بين شيخ كبير وطفل بريء. الإرهاب لا دين له. والأخيرة، أعجبني في هذه الحادثة كثير من الناس تثبتوا قبل نشر الأخبار. يا إخواني، بمن السبق في الخبر، إنما العبرة بمن تثبت وصدق.